امتى بدأ حبك للطبيخ مش للأكل؟ حب الأكل بدأ من زمان، بدء الخليقة. بحب آكل عادي جدا زي ناس كتيرة جدا عندها شغف بالأكل. زمان وأنا صغيرة قبل ما أتجوز كنت بحب الأكل، بس كنت باكل بسرعة، يعني أنت عارف اللهوجة بتاعت الأكل دي. وأنا اتجوزت 20 سنة، لما جيت أتعلم الطبيخ اتعلمت آكل بالراحة، أمضغ بالراحة، أستطعم، أشوف إيه اللي جوه ده، إيه مكوناته، إيه حاجته، إيه الدنيا ماشية إزاي. الفسحة بدأت في أكتوبر 2011 تحديداً 22 أكتوبر 2011. عملنا افتتاح جميل جداً وكان يوم لطيف جداً جداً جداً. كنت أنا لوحدي، سمية في الفسحة يعني لوحدها. فكرة إن الحد اللي يخش المكان فهو يحس إن المكان ده مكانه وهو كيرنج قوي بيه وهو عايزه يبقى بأحسن صورة، دي من الحاجات اللي أكدت لي إن أنا حلمي صح. فكرة إن أنا أفتح فسحة بمعنى أنا قاعدة في بيتي وبستقبل فيه الناس، والناس جايين وخارجين وداخلين فيه، الناس اللي بتستوعب مني فكرة لا خلص طبقك، الناس اللي بتستوعب لا أنت هتاخد كل الأكل ده ليه، ما حدش بياكل في بيته فراخ ولحمة، الناس اللي بتفهم ده صح قوي. فيعني الناس اللي بتفهم الطبطبه وخد اللقمه دي ولا اديله بايدي ولا اشخط فيه، دي حاجه من الحاجات اللي انا بحب اقولها لكل الولاد الصغيرين. حبك وشغفك للحاجه هتخليك تدور وتعمل حاجه. فانا اتعلمت طبيخ عشان بحب. خدوا حب.